طبعا سمعت عن أكاديمية النادي المصري بقيادة الكابتن إبراهيم المصري، شايف دوت إزاي وخصوصا الافتتاح يوم الاثنين القادم وممكن نطلع براعم للقطاع إن شاء الله؟ اكيد طبعا سمعت عن اكاديميه المصري، وطبعا الكابتن ابراهيم غني عن التعريف، فاتمنى لهم ان شاء الله افتتاح دائم. واكيد طبعا بمجهوده ومجهود المدربين هتبقى احسن الاكاديميات في مصر، واكيد هتطلع براعم احسن واحسن، ويا رب نشوفهم في الفريق الاول فيما بعد. طبعا النهارده افتتاح الأكاديمية بتاعت النادي المصري بقيادة الكابتن إبراهيم المصري، شايف إزاي المرحلة الجاية في الأكاديمية وممكن تطلع براعم لقطاع الناشئين ولا لأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله الاكاديميه هتكون من الاكاديميات الممتازه لمجهود الكابتن ابراهيم المصري اللي قدم كتير للكره المصريه والنادي المصري، وكان عنصر من العناصر المؤديه في فتره من الفترات لنجاح النادي المصري بادارته ولاعيبته. كابتن ابراهيم المصري كان بيمثل لاعب متميز بالنسبه للكره المصريه، بس ما خدش فرصته في المنتخب المصري، وان شاء الله باذن الله هيقدم لنا لعيبه ممتازه متميزه تساعد المنتخب المصري وتساعد مصر ان شاء الله في تحقيق البطولات. النهارده معانا الكابتن ابراهيم المصري في الاستوديو، وحضرتك طبعا عارف ان هو لاعب قدير في النادي المصري، والنهارده افتتح الاكاديميه بتاعته، تحب تقول له ايه؟ ابراهيم المصري كان طالب عندي في المدرسه الخصوصيه، وفي سنه من السنين كان هداف قبل ما يتحول للنادي المصري، وراجل موهوب واخلاق وقول ما شئت. الكلام ده لعل وعسى اذا سمعني يعرف ان مين هو الاستاذ عبد المنصور، لان هو كان معايا رحلات كتيره جدا بالنسبه لتصفيه كره القدم على المدارس في محافظات الجمهوريه. طلع المدرسه الترتيب الثاني وكان المفروض تبقى الاول، وحضر معايا المراسم بتاعه الاحتفاليه دي وخدوا هدايا وكانوا مجموعه ممتازه، وما راح النادي المصري بقى مميز. ده ابراهيم المصري. اي سؤال تاني؟ اي سؤال تاني؟ يعني هو ممكن تشوف براعم للنادي المصري تطلع قطاع الناشئين ونشوفها بقيادته؟ بالنسبه لابراهيم المصري ممكن ده راجل فنان وموهبه واصيل، وعلى الاقل كان ما بنطلع مجموعات مع بعض وبنحضر المباريات دي سواء في بورسعيد او في القاهره او في المنصوره او في اي محافظه ثانيه، كان بيظهر بمظهر كويس جدا ونشط بالنسبه لمركزه في الكوره.